السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا النهارده كده في خروجه كده. احنا النهارده تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. احنا رحنا بقى خروجه بقى في جنينة الحيوانات، يعني فسحة جميلة جدا جدا، وأماكن حلوة في مصر وحاجات يعني الحمد لله في حاجات كتيرة ربنا مأنعم علينا بيها، بس ربنا بس يفرجها بس في الفلوس، وربنا يسترها كده علينا شعب مصر كله جوه الجنينة للأسف. بس الصراحة يعني معظمهم اختفى، كان كل قفص من دول كان فيه أسد السنة اللي فاتت، السنة دي في واحد بس هنا، واحد ورا. بص بيتخانق فسحة ازاي. جميلة جدا جدا، حاجة كده تحس إنها ترفيهية. هو ما فيش الا واحد ولا ايه؟ واحد هناك اهو. التعب عشان الصيام، التعب عشان في شهر رمضان الناس ما بتبقاش عندها وقت انها تخرج يتصور مع الاسد الناس بتدور فسحة وعلى حاجات اللي زي كده بعد رمضان وبعد العيد. كل سنة وانتم طيبين. هو كان صايم في رمضان بس هيفطر علينا لو دخلنا. كمان ما تسيبوش عليا كده لو ايه اللي شايفين بتصورني دي؟ الصراحة، وده كان المدام دي على بتصورك فكرة انا وانت. ايوه انا وانت طالعين في الصوره عشان كده الصورة تتحرق. خد بالك اللي بره الأماكن كانت جوه زحمة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كانت جنينة الحيوانات تحس إن مفيش ناس في البيوت. يعني شهر الصيام ده بيبقى الناس بعد كده بتبقى كمية كبيرة جدا جدا، والأعداد بتبقى كبيرة في الجناين والحاجات اللي زي كده. لكن عيد الأضحى بتبقى الناس مش كتيرة قوي، لسبب واحد إن في أي وقت ممكن الناس تروح جنينة. لكن في عيد رمضان تبصي تلاقي في شهر رمضان كله ما تلاقيش حد بيروح الجناين، الناس ما عندهاش وقت، ما عندهاش مساحة، الناس صايمة وتعبانة، ما حدش بيقدر يروح. عشان كده تلاقي كمية ناس كتيرة جدا جدا بعد عيد الفطر ده. بس لو خدت بالكم هما الناس كلها، الشعب المصري كله تحس إن هو في الجنينة. وقت ممتع جدا الصراحة، حتى لو قضينا ساعتين ثلاثة وقت جميل جدا جدا. بصوا لو خدتوا بالكم زياد هيطلع دلوقتي على الفيل ده. الحاجات دي على فكرة عملوها جديدة وبيحاولوا يجددوا فيها، بس في حاجة غريبة، تحس إن الحيوانات بدأت تنقرض من الجناين. يعني الجنينة دي كان فيها فيلة اسمها الفيلة نعيمة، بس هي الصراحة ماتت. وبالنسبة للقرود والحاجات اللي زي كده تحس إنها انقرضت عن الأول. الأول كان في كمية كبيرة جدا، دلوقتي الحيوانات انقرضت. بصوا لو خدتوا بالكم، واللعبة دي ركبوها العيال صراحة. أنا بعد ما قطعت التذكرة ما قدرتش أركب، أنا خفت منها بجد. ركبت اللعبة دي اللعبة دي لعبة العروسة، بس حلوة جميلة جدا جدا. كنت هصور لكم بس للأسف من خوفي معرفتش أصور، وخفت التليفون يقع من إيدي. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت وحشة كانت الزحمة بطريقة فظيعة. بصوا احنا كده بره الجنينة، لو خدتوا بالكم هناك هتلاقوا جامعة القاهرة كده. ده الكورنيش اللي قبل الجنينة، وزياد كده ماشي قدامنا هنا. بصوا واخدين بالكم الشوارع كلها مليانة ناس بكمية فظيعة. اي مكان تمشي فيه تلاقي الناس، تحس ان الناس طفشت من البيوت. بس هنقول ايه، هنقول عيد وكل سنة وانتم طيبين يا رب. بصوا الكورنيش، العربيات والناس والكورنيش من الناحيتين كان جميل جدا جدا جدا. كان نفسي الصراحة الشعب المصري تربى عليها. كفاية ريحة الطين بتاعها، ريحة ملح والمية بتاعتها والجو الممتع بتاعها. بصراحة كان الجو في اليوم ده متعة متعة فوق ما تتخيلوا.
الممتعة من فوق الكوبري. بصوا لو خدتوا بالكم الست دي بترقص جوه المركب. يعني حاجات هي حاجات غريبة شوية، بس ايه، بس هنقول الناس كانت صايمة او كانت بتعيد، الله اعلم بقى، معرفش بقى الدنيا معاها ايه. بس هنقول الناس مبسوطة. ويا جماعة فعلا كل سنة وانتم طيبين، جمال الطبيعة في مصر ملهاش زي الصراحة. بقول اللي عمو علاء تلاقيه جاب كمان بكده لأي بلد تانية ماما جابتنا يا عمو علاء. مفيش زيها، ولا في جمالها ولا في جوها صراحة. وكده نشارك حاجات كتير. السلام عليكم.